حاجات هتغير حياتك. الحقيقة ان احنا كلنا بلا استثناء ممكن نقعد نعد في كمية حاجات لو عملناها هتغير حياتنا لا تعد ولا تحصى. اساس اي حاجة عشان تعمل تغيير فعلي هو الاستمرارية. لو مش هيبقى عندك الطاقة انك تستمر وتكمل على الحاجات دي او اي حاجة عموما، انت مش هتعرف تتغير. الحاجة اللي عايزة اتكلم عنها النهاردة هو التدوين. فأنا بتكلم عن التدوين هنا كوسيلة لتفريغ المشاعر، إنك تيجي آخر اليوم تكتب كل الحاجات اللي انت مريت بيها. تكتب بقى أي حاجة حلوة، أي حاجة وحشة، أي موقف انت مريت بيه. صدقوني أوقات كتير مواقف بتعدي ومجرد ما احنا بنقفش ليها ومش بنراجعها بتسيب علامات جوانا وبتأثر فينا. ومواقف كتير بنبقى مستصغرينها وحاسين ان هي ده موقف تافه اصلا استحالة يكون اثر فيا، بس مجرد ما تيجي تكتب او تتكلم تبص وتسمع صوت نفسك كده، تبص تلاقي لا ده الموقف ده اثر فيك جامد. ده انا كنت متخيل ان هو موقف عبيط بس هو مطلعش موقف عبيط. فالتدوين هيفرق معاك، وهيفرق معاك اكتر لما تيجي بعد شهر او 2 تقرأ اللي انت كتبته. هتكتشف ان انت عديت بمواقف كتير قوي، ان انت اتصرفت كتير صح، اتصرفت كتير غلط. هتتقبل نفسك وهتعرف ايه الصح وايه الغلط. هتتعلم من المواقف اللي انت مريت بيها. هتتعلم ان انت والله هتقول لنفسك لا انا في الموقف ده لو اتحطيت في موقف زي ده مرة تانية مش هتصرف كده. زي مثلا انك مثلا تكون في شغلك مثلا بتتكلم مع حد او بتتفاوض على حاجة، فتبص تلاقي نفسك ما تفاوضتش كويس او ما اتكلمتش بطريقة كويسة. فما تيجي تكتب ده فبعد كده هتلاقي نفسك ركزت كده في نقاط معينة انت ما خدتش بالك منها. لا والله انا لما اجي اتكلم في الموضوع ده تاني مع حد انا هاخد بالي من كذا وكذا وكذا، لما هاجي اعمل كذا انا هاخد بالي من ده. فالتدوين هو وسيلة لتفريغ المشاعر. هتكتب ايه فين؟ اختار المكان اللي انت تبقى مرتاح فيه ومطمن ان الحاجة دي مش محدش هيشوفها. ممكن على نوت الموبايل او ايا كان المكان اللي انت هتكتب فيه. المهم بس ان انت تبقى مطمن ان محدش هيشوف ده، فتبقى واخد راحتك وبتكتب بكل اريحية اي حاجة انت عايز تقولها. تبدأ ازاي، تبدأ منين، مش مهم، اكتب. والله ان شاء الله حتى تكتب ده انا النهاردة الحمد لله المواصلات كانت متيسرة والدنيا كانت ماشية كويسة، ده انا النهاردة قلت نكتة الناس ضحكت عليها. مش مهم هتكتب ايه، المهم تكتب. مرات، والحقيقة الموضوع ده بيحصل معايا فعشان كده هقول النقطة دي. مرات التدوين بحس ان انا ما عنديش طاقة ان انا اكتب، بحس ان انا محتاجة اسمع صوتي اكتر، فبلجأ للفويس، بسجل الحاجات اللي انا عايزة اقولها. يعني بقعد في مكان كده واقعد بقى افتح الريكورد على الموبايل وابتدي اقول بقى كل المشاعر وكل الحاجات اللي انا حساها. والحقيقة الاتنين بيفرقوا، يعني في ناس هتميل لده وفي ناس هتميل لده. المهم ان انتوا تفرغوا مشاعركم ايا كانت الطريقة، بس حاولوا تخلوا ده بشكل يومي علشان حقيقي هيفرق معاكم. التدوين هيصفي ذهنك، هيخلي عندك رؤية اوضح للامور اللي بتمر بيها، هتفهم مشاعرك وهتلاحظها بشكل اوضح. التدوين هيرتب افكارك، التدوين هيساعدك في حاجات كتير جدا. المهم انك تبدأ. مجرد ما هتبدأ مرة في مرة خلاص هتبقى عارف انت هتكتب ايه، هتبقى عارف ايه الحاجة اللي استوقفتك وهتتكلم عنها. فالمهم انك تبدأ. النقطة التانية والمهمة جدا ان انتوا تحطوا اهداف لحياتكم. طيب انا مش عارفة انا عايزة اعمل ايه في حياتي او انا عايزة اعمل ايه، فخلاص خلوا الاهداف صغيرة. ومش دايما يا جماعة ومش بالضروري خالص انها تبقى اهداف مادية. يعني مش لازم دايما يبقى الناس اول ما حد يقول هدف فدايما يبقى الاهداف اللي هو عربية مش عارفة بيت حاجات كده مادية كلها. مش لازم يكون الهدف مادي. ممكن تحط هدف ان انت هتقرب من ربنا، تحط هدف ان انت هتحافظ على سلامك النفسي، تحط هدف ان انت هتسمع كلام اهلك، تحط هدف ان انت عندك كتاب عايز تخلصه فوالله ده انا مثلا
كل شهر اخلص كتاب، فهاجي اخر السنة يبقى محصلة قرأت 12 كتاب، اتعلمت معلومات كتير جدا. فالاهداف مش لازم تكون كبيرة، ممكن نبدأ بأهداف صغيرة بس على المدى الطويل هتفرق وهتأثر جدا في حياتنا. البوينت بتاعت التدوين والبوينت بتاعت الأهداف، الاتنين دول هيخليكوا مركزين مع نفسكوا قوي، مركزين مع يومكوا قوي، مش بتبدأوا اليوم وتنهوه وانتوا مش عارفين انتوا رحتوا فين وجيتوا منين. فأهم حاجة فعليا أي حد ضروري جدا ان هو يوصل لها ان هو يبقى عارف نفسه. لما تعرف نفسك هتعرف انت عايز ايه، وهتعرف انت عايز تعمل ايه، وتبتدي بقى تحط خطوات اكبر للي انت هتعمله بقى، وتبقى اهداف حياة بجد. النقطة الثالثة اللي حابة اتكلم عنها وهي المحيط بتاعنا يا جماعة. ما تحوطوش نفسكم بناس تفكيرها دنيوي بحت، ما تحوطوش نفسكم بناس طول الوقت بتقولك شفتوا فلان عمل ايه، شفتوا فلان جاب ايه، شفت العربية الفلانية، شفت السفرية الفلانية، شفت مش عارفة ايه. الناس دي بتدخلكوا في صراعات لا حصر لها. الناس دي بتخليك طول الوقت حاسس ان انت بتجري ومش ملاحق، وان انت طول الوقت فايتك حاجات. خلوا في حياتكم ناس تفكركوا بهدف الأصلي من وجودنا في الحياة. احنا موجودين هنا الهدف أخروي لآخرتنا، احنا موجودين هنا. عيشوا وتبسطوا بحياتكم، وخلوا في حياتكم ناس كويسة تعرفوا تتبسطوا معاها في الدنيا. بس برضو وزنوا يا جماعة بين الناس اللي في حياتكم، ناس تفكركم بالآخرة وناس تبقى معاكم في الدنيا، علشان سلامكم النفسي. علشان لو محاوطين نفسكم بناس بس ما بتتكلمش غير في الدنيا، غصب عنكم هتتسحلوا معاهم، غصب عنكم هتلاقوا نفسكم، سوري على كلمة هتتسحلوا، بس دي بجد اكتر كلمة بتعبر عن الحال اللي احنا فيه. احنا حقيقي سوري، بس الفتن اللي حوالينا كتير جدا، فبتبقى لسه انت في اول حياتك وحد تاني في اول حياته برضو ما شاء الله فلوس من الهوا، فبتبقى حاسس ان انت في صراع، وحاسس ان انت مش ملاحق ومش عارف توصل لفلان ومش عارف. لو انت بقى في حياتك ناس مفكرك بالهدف الاصلي، فانت هترضى برزقك، هتسعى وهيبقى عندك طموح، بس هتبقى مرتاح في اللي انت بتعمله. مش هتبقى طول الوقت في صراع بينك وبين نفسك، مش هتبقى طول الوقت حاسس ان انت مش ملاحق او ان انت فايتك حاجات تانية. هتبقى راضي، واهم حاجة انك تبقى راضي ويبقى عندك سلام نفسي. فالنقطة دي مهمة جدا، ياريت ناخد بالنا كلنا منها. كنتم مع بودكاست سلام. لو عجبكم المحتوى أتمنى تشاركوه مع أصحابكم وتعملوا لايك وسبسكرايب.